السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض ورقة لحمة حلوة وسهلة وسريعة وجميلة قوي، وتنفع كمان في عزومات وتحضيرات رمضان. كل عام وأنتم بخير. تعالوا نشوف الخطوات اللي عملناها مع بعض عشان نعمل ورقة اللحمة الجميلة دي. أول حاجة عندي باجهّز المكونات، وهي عبارة عن بصل قطّعته شرايح مدوّرة، ممكن تقطّعيه مكعبات براحتك، قطّعت فلفل أحمر، فلفل أصفر، فلفل أخضر، تقدري كمان تحطّي الفلفل الحامي بيبقى حلو أوي، وقطّعت بطاطساية مكعبات بس تكون تخينة شوية، وعندي اللحمة تقدري تستخدمي أي لحمة عندِك، بس أنا استخدمت اللحمة اللي هي steak اللي هي البوفتيك الرقيقة خالص عشان ما تاخدش معايا سِوَى. واللحمة اللي هي قطع برضه عادي ما فيش أي مشكلة تقدري تستخدميها وتتحط في الفرن. هاجيب عندي بقى الخضار كله أنزّله على بعض، البطاطس والبصل والفلفل الألوان، تقدري طبعًا تكتّري الكمية حسب عدد الأفراد، حسب العزومات عندِك، بس دي بجد يعني أسرع وصفة عملتها وحبيتها وكانت حلوة جدًا، مش هتاخد منِّك وقت وهتبقى جميلة وحلوة أوي وطعمها حلو في عزومات رمضان. عندي كمان باحط التوابل، حطيت ملح، لازم طبعًا نملّح كل حاجة بنحطها، فأنا حطيت الخضروات كلها على بعض وهابتدي أملّحها، نزلت بالملح وبعد كده بالزعتر اللي أنا باعشقه بجد، حلو جدًا بيدّي طعم وريحة حلوة في الصواني في الفرن، رشة بابريكا وقرفة، ما ننساش طبعًا الفلفل الأسمر حلو جدًا مع الخضروات. وهابتدي بقى طبعًا تحطّي التوابل اللي أنتِ عايزاها، بس حاولي ما تكتّريش. حطيت برضه توابل لحمة، معلقة صغيّرة من كل تابل كده اللي هو آخُد الطعم بتاعه بس، وهاقلّبهم كلّهم مع بعض عشان التوابل كلّها تدخل وتوصل لكل حاجة من الخضروات دي. تقدري كمان تقطّعي كوسة ما فيش أي مشكلة. بابتدي إن أنا البصل عايزة الشرايح كلّها ما تبقاش ماسكة في بعض كده، فبابتدي أخرّجها من بعض، وهابتدي أحط رشة من دبس الرمان، معلقة صغيّرة كده، هو بيبقى تقيل شوية، بيدّي طعم جميل جدًا، هو بديل الليمون يعني طعمه بيبقى مِزِز شوية، بس باحبه جدًا في تتبيلات المشاوي خصوصًا اللحمة أو الفراخ. أو الصواني اللي بادخّلها الفرن بجد بيدّي طعم حلو أوي. طبعًا من كل حاجة بنحط حاجة كده صغيّرة، ورشة زيت عشان تدّيني لمعة للخضار، بتبقى حلوة أوي وهايلة وجميلة. هابتدي بقى كده خلاص الخضار عندي جاهز، ومش قادرة أوصف لكم الريحة من قبل ما تتحط في الفرن خطيرة. بُصّوا كمان الألوانات تحفة جدًا، جرّبوها بجد هتعجبكم وسهلة وسريعة، مش هتاخد معاكم وقت خالص. تعالوا بقى نجهّز اللحمة طبعًا تقدري تحطيها نيّة، بس أنا قُلت في طاسة كده على النار عليها معلقة سمنة كده حلوة جميلة، ممكن كمان بزيت ما فيش أي مشكلة، هادّيها صدمة، هابتدي أنزل بشرايح اللحمة، عايزاها بس أدّيها صدمة، أدّيها لون كده. هابتدي بقى إن هي أمّا تاخد لون من تحت أقلبها على الوش التاني، بحيث اللحم بتاعها يبقى متماسك شوية، وخصوصًا لو أنتِ عاملاها قطع لحمة كبيرة، لازم تدّيها صدمة على النار عشان تساعدِك في السِوَى إن هي تستوي في الفرن أسرع. هادّيها بقى رشة ملح وفلفل، مش هادّيها أي حاجة تاني، لإن أنا already حاطة توابل في الخضار. قلبتها على الناحية التانية، وبرضه رشة ملح ورشة فلفل، وكده بقت جاهزة عندي. جِبت بقى البايركس أو صينية في الفرن ما فيش أي مشكلة، وهابتدي بقى أحط البطانة بتاعتي، وهي ورق فويل وورق زبدة. طيب أنا بصراحة ما كانش عندي ورق زبدة، فالجيش قال يعني اتصرّفي، فاتصرّفت بفكرة حلوة جدًا، لإن الألمونيوم فويل ما ينفعش يبقى مباشر على الحاجة اللي إحنا بناكلها، عشان مع السخونية وكده بيطلّع مواد بتتفاعل مع الأكل، وموضوع علمي كبير كده ما لناش دعوة بيه. بس ما ينفعش الألمونيوم فويل يبقى ملامس للأكل على طول. فأنا ما عنديش ورق زبدة، فجِبت الكيس الحراري اللي بيدخل الفرن، اللي بنعمل فيه الخضروات وبنعمل فيه الفرخة في الفرن، فقُلت أتصرّف يعني هافتحه كده أقصه بالمقص، بحيث إن أنا أستخدمه بدل ورق الزبدة، عشان ما عنديش ورق زبدة وخلاص كنت يعني ابتديت عملت الوصفة، وما ينفعش طبعًا أحط الأكل على الفويل على طول علشان ما يفقدش القيمة الغذائية بتاعته، والفويل بيطلّع مواد كده ضارة مع النار بتتفاعل،
فعايزين ناكل اكل صحي، فقلت بقى اتصرف وبدل ورق الزبدة استخدم الورق الحراري، هحطه فوق الفويل، هيديني نفس النتيجة وبجد تحفة جدا. يعني جربوا الفكرة دي، يعني حتى لو عندي بعد كده ورق زبدة هستخدم الورق ده من حلاوته، يعني حلاوة النتيجة اللي طلعها لي. طبعا الخضار لما قعدته مع بعض شوية ابتدى ينزل ميته زي ما احنا شايفين. هحط الخضار من تحت، وتقدروا ان انتوا تزودوا الوصفة معلقة صلصة، تقدروا تزودوها كوباية مية، بس اوريدي الخضار يعني بصوا نزل المية بتاعته، فمش هزود مية كتير قوي، وهعتمد على المية اللي نزلت من الخضار، وكمان الصوص اللي هينزل من اللحمة، فمش هحتاج احط مية كتيرة قوي. وهي اوريدي مش هتاخد وقت خالص في الفرن، عشان شرايح اللحمة كانت ستيك بفتيك رفيعة، فمش هتاخد اوريدي وقت خالص، يعني خدت معايا ساعة و5 دقايق بالكتير قوي في الفرن. اللحمة عندي اهي، شايفين نزلت صوص بتاعها، هاخده مش هرميه، هبتدي بقى ارصها على الوش. تقدروا بقى تحطوا طبقة خضار، طبقة لحمة فوقيه طبقة خضار تانية، تقلبوهم مع بعض ميكس، بس انا حبيت احط الخضار من تحت واللحمة من فوق، عشان اللحمة تنزل الصوص بتاعها على الخضار ويستوي يبقى حلو جدا. وطمنوا البطاطس والفلفل والبصل استووا بطريقة جميلة جدا وما تهراش، وكل حاجة هتطلع زي ما هنشوف دلوقتي في اخر الفيديو مع بعض. هبتدي ارص بقى على الوش اللحمة، شايفين بجد مش قادرة اوصف لكم، يا ريت الفيديو كان فيه خاصية شم الريحة، بجد الريحة خطيرة، والطعم طبعا كان رائع جدا. هبتدي طبعا الصوص ده مش هرميه نهائي، هسقي بيه البايركس بتاعي، وهلاقي ان هو كان يعني محتاج سنة مية كده عشان اضمن اني مش كل شوية هفتح عليه، يعني تفتحي عليه بعد مرور ساعة الا ربع، ساعة الا ربع تبتدي بقى تفتحي عليه وتشوفي بقى البطاطس استوت، اللحمة لسه بتشد شوية، لو مثلا عايزة رشة فلفل مفيش اي مشكلة، او تقدري بعد ما بيستوي كمان تشيلي الفويل من عليه من فوق وتديله تشويحة كده على الشواية، تولعي الشواية بتاع الفرن يديله لون كده، بس انا بصراحة ما كنتش محتاجة الخطوة دي. وكده كان معايا اهو ظبطت المية، زودت كوباية مية بس بسيطة، بشوف بقى نسبة السائل عندي، مش هخليها ان هي تغطيها قوي على الوش، انا مش بسوي رز، واوريدي اللحمة هتستوي لان زي ما قلتلكوا القطع رفيعة، فهيستوي بسرعة جدا. وهبتدي بقى اقفل الوش بتاعه، اغطيه علشان احطه في الفرن، مش عايزة اي فتحة تبقى موجودة عشان يستوي معايا بسهولة وبسرعة. هبتدي اطلع الكيس اهو الحراري، عشان الالومنيوم فويل ما يبقاش ملامس للاكل على طول. هبتدي بقى اهو خلاص كده انا كفنته علشان يدخل الفرن معايا، والنتيجة بجد طلعت هايلة على درجة حرارة 180 زي ما قلتلك، بعد ساعة او ساعة الا ربع تبتدي تفتحي عليه تشوفي ايه الدنيا كده، لو حاطة كوسة كمان تشوفيها استوت ولا ايه، بس كله هيستوي وبجد الطعم حكاية. ده شكله بعد ما طلع من الفرن لسه طازة اهو. بصوا يعني الورق الحراري ده، كيس الحراري يعني قام بدور ورق الزبدة، واللحمة طالعة بصوا زبدة بجد، مهرية خالص ومستوية، والبطاطساية بحالها والفلفل مستوي، والبصل ما بش وما دبش، لا كل حاجة باينة وموجودة وشكلها تحفة، مع شوية رز كده وبألف هنا وشفا. ده كان فيديو النهاردة، يا رب تجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، وعلى عزومات رمضان، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم يا رب، وفرحوني بكومنتاتكم واللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. باي.